وبخطوة عبقرية نزل من فوق التل بالجنود اللي مدربين معاه وحط على جيش العدو في لحظة واحدة، لدرجة إن قائد جيش العدو طلع مصاب من المعركة دي. تعرف يا صديقي إن المعركة اتسمت الزلاقة من كتر الدم اللي كان على الأرض اللي بيزحلق الناس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ لما بنقول ملك يا صديقي، ايه أول حاجة بتيجي في دماغك؟ جواهر، تاج مرصع بالألماس، حرس، قصر كبير قوي. طب لو كان الملك ده ملك على بلد أكبر من نص أفريقيا، تتوقع يكون عامل ازاي؟ هتقول لي طبعا ده هيبقى معاه 7000 واحد حارسينه، وهيبقى معاه تاج عليه أغلى جوهر في العالم، وعنده. بس اللي ما تعرفوش يا صديقي إن كان في واحد فعلا ملك على دولة مساحتها قد نص قارة أفريقيا، ومع ذلك كان بسيط وزاهد ومرضيش يتلقب بملك. الملك اللي نفخ الفونسو السادس في الزلاق، واللي بنى مدينة مراكش اللي اثارها تشهد له لحد دلوقتي. موعدنا اليوم يا صديقي مع بطل من ابطال الاسلام، بل بطل من ابطال التاريخ كله، يوسف بن تاشفين يا صديقي. اتولد يوسف بن تاشفين سنة 1006 ميلاديا في قبيلة اسمها صنهار في الصحراء وسط الرياح والغبار، يعني بلدي كده صحراوي ابن صحراوي. بس من صغره ظهر عليه مشروع الزعيم ان الراجل ده مش هيبقى قليل. دخل تحت راية واحد اسمه عبد الله بن ياسين، كان عالم دين، راجل تقيل وما بيهزرش، وبدأوا مع بعض ينشئوا دولة تحكم مساحة شاسعة جدا. يوسف بن تاشفين وهو بيبني الدولة، بدأ يوسف يبني الدولة فبنى مدينة مراكش، واللي لو رحتها هتلاقي آثاره موجودة لحد دلوقتي. بناها على أساس العدل والرحمة والتسامح، ما بناهاش على أقواس النصر ولا التماثيل ولا على الظلم، فكان كله عنده واحد، يعني لو واحد قريبه غلط يحاسبه زي أي حد من عوام الشعب. كان ما بيفضلش نفسه على حد، كان راجل عادل قدوة في الزهد والورع. وجاءت اللحظة الحاسمة لما ملوك طوائف الاندلس قاعدين يتخانقوا مع بعض، لدرجه ان في منهم راح يقول لالفونسو السادس تعالى عشان نقتل اخويا واخد البلد بتاعته. شفت وصلت لايه؟ والفونسو طبعا كان فرحان، وكان قاعد ياخد الفلوس من ده والفلوس من ده، ويتحالف مع ده ويتحالف مع ده، وياخد الاندلس حته بحته، لدرجه ان هو كان قرب يخلص عليها. بس وصل ان ده لاسد الاسلام يوسف بن تاشفين. عمل ايه؟ قال يلا نعمل مجلس استشاري نشوف اللي هنعمل ايه. لا ما تهاونش، وقال لهم يلا بينا يا رجاله نعبر البحر. وفعلا خد الرجاله وعبروا البحر الناحيه التانيه. بس لا بقى يا عيني ايه، ملوك الطوائف كل واحد خايف على العرش بتاعه، وقعد يوقوق ويعيط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، والدنيا خربانه. بس هو طبعا كان معاه جيش صغير بس في العدد، لكن في الايمان كبير قوي. وصل ولقى جيش الفونسو السادس اضعاف، جيش كبير مع اسلحه متطوره، بس هو كان معاه حاجه متطوره عن كل ده، مع الايمان الشجاعه والقوه. بس مش اي قوه، قوه القلب يا صديقي. بس للاسف الشجاعه لوحدها ما تغلبش، وعشان كده ربنا وهب يوسف المتشافين قلب وعقل قوي جدا. عطاله عقل بيفكر ويدبر ويخطط وينفخ الاعداء. وفعلا قسم جيشه لثلاث اقسام، قسم يحارب وقسم يستخبى وقسم يستنى. ولما الفونسو اقتنع ان هو الجيش اللي بيحاربه القسم الصغنون ده هو الجيش كله، ودخل عليه وفرحان بقى وان هو هيكسبه خلاص ويحطم الجيش كله وينهي عليه، نزل له يوسف بن تاشفين بالجنود اللي مدربه من على التل وحط على الفونسو السادس، لدرجه ان هو طلع من المعركه دي وهو مصاب. وقالوا لم يرى يوم اسود على الفونسو السادس مثل هذا اليوم. فعلا كان يوم اسود عليهم، ان جيشهم مفتت وملكهم اتصاب. يوسف بن تاشفين عمل منهم بطاطس محمره، لا بس البطاطس تزعل. المعركه دي اتسمت الزلاقه. بس انت عارف ليه يا صديقي؟ من كتر الدم اللي سال على الارض اللي بقى بيزحلق الجنود سموها الزلاقه. انت متخيل؟ تخيل حجم الماساه والمعاناه اللي عانوها اجدادنا عشان يوصلوا لنا الدين والايمان وانت ما تعرفهمش ولا تسمع عنهم حتى. سنه 1086 السنه اللي حصلت فيها معركه الزلاقه كانت سنه فاصله اخرت سقوط الاندلس اكثر من 3 قرون. وبعد المعركه حبوا يدوا ليوسف بن تاشفين لقب ملك، بس هو مرضيش وقال لهم مقوله تكتب ماء الذهب: والله لا احب ان يمدحني الناس ولا ان اعرف بين الناس، انما اطلب الثواب من الله. بس زي ما انت عارف يا صديقي ان كل بطل ولكل قصة نهاية، وفعلا جت نهاية بطل الاسلام واسد الاسلام يوسف بن تاشفين. سنة 1106 توفى الى رحمة الله بعد ما ساب دولة المرابطين، دولة حكمت اكتر من نص افريقيا، دولة كانت قوية في شعبها في جيشها في ايمانها، دولة كانت فعلا مبنية على العدل. ساب مدينة مراكش وساب تاريخ، ساب سيرة تكتب بأحرف من نور على صفحات من ذهب. ما سابش القصر ولا ساب جواهر، لكن ساب سمعته وساب تاريخه اللي لحد دلوقتي الناس بتألف فيه كتب. واحنا المفروض نبقى زي كده يا صديقي. المفروض نتعلم ان الحياة مش قصور وفلوس وبس، الحياة دي إيمان وجهاد، حتى لو كان الجهاد ده والجهاد الأكبر جهاد النفس. مش شرط تمسك السيف وتطلع تحارب، لكن الجهاد الأكبر اللي أنت تجاهد نفسك. فخد الشخصيات ده يا صديقي قدوة وحاول تكون زيها. اي نعم احنا صعب نبقى زيهم، بس بنحاول ويكفينا شرف المحاولة. انشر المقطع بين الناس يا صديقي عشان تعرف الناس تاريخكم، عشان تعرف الناس اللي احنا كان عندنا ابطال بيحاولوا ينسوهم لنا.
يحاولوا يدونا في المدرسة القادة غرب وازاي هم كانوا عباقرة، بس ما يدوناش يوسف ونتاشفين. بيحاولوا ينسونا تاريخنا، بس انا هنا دوري ان اعرفك تاريخك يا صديقي. ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات يا صديقي. وبس كده، جزا الله عنا وعنكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور، واسعد اوقاتنا واوقاتكم، فانه هو الحي القيوم، وهو يعلم اني فيه يحبكم، فانه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، وان كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.